السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حط لهم بس الاكل عشان اعرف اصور الفيديو احسن هما جعانين قوي. حطيت لهم الاكل اهوت، بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت لهم شويه علف، حطيت لهم اللي هي مش عارفه ده ورق ايه، ده الحشيش دوت، ورق الحشيش. وحطيت لهم عيش. بسم الله الرحمن الرحيم. والعلف بقى اللي عاجبه حاجه ياكلها. انا عايزه اوريكم بس المفاجاه بتاعتي النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بصوا القرشانه دي، القرشانه الحلوه العزيزه، شكلها عسل دي. بص استني هتتكسري. بص الله اكبر، هي ما قصقصتش ريش. انا بس عشان عايزه اعرفكم ان ده برضو رد سؤال برضو اتسألت فيه من صديق عمر برضو. بص يا حبيبي اهو هي دي ولدت تقريبا على غفلة، بس انا كنت عارفة ان هي هتولد لان انا كنت جساها وشايفة من قبل ما امشي على المصيف، وهي كان فاضل لها بتاع اسبوع. فطبعا انا سبتها ومطمنة ان هي لسه بدري عليها، فسبتها خالص. بص هي قاعدة على عيالها دلوقتي. طبعا البطارية ديت ما فيهاش ولادة. انا هعمل لهم ان شاء الله الولادات فيها. هو ده الحل عشان بيولدوهم في الارض وبيموتوا. عملت لهم برضو البيوت اللي هي في الارض اللي انا وريتها لكم، وبرضو ما مش نافعة معاهم بصراحة. فانا ديت حبستها في البطارية بالليل، وحطيت لها العلبة دي، وقطعت لها فيها مناديل. طبعا الفايبر بيلف عليهم وبيموتهم. الفايبر يعني بيدفي في الشتاء، بس هو ملوش اي فايدة خالص ولا صيف ولا شتاء، لان هو لو لف على الارانب هيخنقهم وهيموتهم، وصعب ان انت بتخلعيه منهم. لو في قطن ماشي، لو في مناديل هنقطعها وهنحطها لهم. وبص انا كنت مقطعه لها المناديل ديت اهي، بس هي عملت حمام عليها من غبائها وبهدلتها لهم. فطبعا ما كانش هينفع ان انا اسيبها اصور لكم المنظر دوت. فعادي في ناس بتصور اي حاجه، بس انا لا، انا ما بصراحه احب اصور لكم المنظر اللي هو يفرحكم ويشجعكم زي ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا حبايبي، هي جابت 2 4 5. انا بنسى يعني، مش معنى كده ان انا ما عدتش، لا والله عديتهم، بس معلش انا بقى كتر انشغالاتي فبنسى. اهم هم لسه حمرة، هم لسه والدهم تقريبا كده من ساعتين. الارانب تعرفوها لسه مولودة ازاي من لونها طبعا. اوعي طيب، انا هحطهم لك. تعالي كده، تعالي ما تتغبيش فيها. طب اهم حطيتهم لك هنا. بصوا هي ما قصقصتش ريش ولا عملت اي حاجه. ولدت على غفله، كانت والدهم ولدتهم في العلبه، بس بقى بهدله وبهدلتهم بصراحه. انا مسكت العلبه نضفتها وفرشتها لها بالمناديل زي ما قلت لكم، بس هي عملت حمام عليها بعديها. شلتهم برضو ورحت فرشها لها الحته ديت. هي عماله عايزه تحارب برضو وتشيل الحته دي، معرفش ايه يعني حكمتها ان هي تشيلها. هي طبعا الحته دي هتحميهم من البلاستيك بتاع العلبه. فطبعا يعني ايه، الارانب اول ما بتنزل بتبقى ملزقه كده. تعرفي ان هي لسه مولودين الوقت حالا لما تلاقيهم بيلزقوا. اما لو هم زي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايفه تاكل ايديا بس. بصوا الله اكبر. بصوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا الجمال، جمال بصراحة ربنا. شكلهم بيبقى جميل جدا، شكلهم بيبقى حلو بصراحة يعني. بصوا يعني هو مر عليا كل حاجة، الحمد لله والشكر لله. هي مش عارفة مش مرضعهم ليه برضو، يعني هم راضعين بس بسيط جدا.
لسه ما دخلت لهمش تاني، تقريبا رضعتهم مره وسابتهم. انا هسيبها برضو براحتها معاهم عشان هي مش عايزه القلق، عايزه تبقى براحتها. هحط لها برضو شويه علف، وحطيت لها طبعا اول ما ولدت عيش وبرسمه اهوت. كلته ونظفت مكانها وخلت الدنيا زي الفل. اما العلبه هي كانت ملزقه، فمسكتها غسلتها ونظفتها وفرشتها لها زي ما بحكي لكم كده. تمام. فده رد سؤال برضو صديق عمر لما بيقول لي الارانب عندي محضره البيت وما ولدتش. انا بعرفك اهوت ان دي ولا حضرت ولا عملت ولا جهزت اي حاجه، وكان على غفله، ولادتها كانت على غفله، فما جهزتش ولا عملت. بس انا طبعا مع حكم خبرتي يعني في الارانب السنين دي كلها، فانا لما جسيتها قبل ما امشي على المصيف فعرفت ان هي قربت تولد. طبعا كان قدامها بتاع اسبوع او 8، يعني بتاع 8 9 ايام. فانا سبتها براحتها طبعا وانا مطمنه وعارفه ان هي لسه خالص ولادتها، يعني انا هروح وهاجي بامر الله طبعا. هلاقيها لسه ما ولدتش، وانا هجهز لها يعني وهامنها يعني واحطها في البطاريه. يا اما كنت بقفل عليهم البيت دوت، فطبعا الجو حر ما ينفعش ان انا اقفله عليها، كانت برضو هتتخنق هتتضايق. هما بيعيشوا تحت الارض بس يعني مش لدرجة ان انا احبسها في مكان وفي نفس الوقت احبسها في مكان جوه المكان. فطبعا حطيتها في البطارية، وفي 2 تانية معايا، واحدة يعني اللي هي سقطت، انا كنت قايله لكم في بتاع 4 هيولدوا، واحدة اللي هي سقطت وانا وريتهم لكم، وواحدة اللي هي ولدتهم وداسوا عليهم وقطعوهم وبهدلوهم. دي التالتة. في واحدة بقى الرابعة اللي هي لسه قدامها بتاع يومين 3 كده، هبقى اوريها لكم طبعا. اوريكم كل حاجة على الطبيعة، انا بصور لكم كل حاجة ما بخبيش عليكم حاجة. والنهارده باذن الله هصور الفيديو اللي انا هنزله لكم، يعني اللي هينزل لكم ان شاء الله بعد دوت، بالارانب اللي انا هطلعها ابيعها وهذبحها واوريها لكم ان شاء الله. وهوريكم طبعا انا بعتهم بكام ومكسبهم ايه وانا كلفتهم ايه، وان شاء الله. وهجيب لهم دوم العلف وهجهز لهم دوم الاكل بتاعهم يعني، والباقي ان شاء الله هجيب لي حاجات في البيت. انا مطلوب مني بتاع 8 كده ولا 10، واحنا هنذبح لنا برضو عشان انا بقالي بتاع اسبوعين طبعا ما عملتش منهم. هعمل لهم منها اكل وهطلع اللي هطلعهم بقى، وان شاء الله هوريلكم كل حاجه. طبعا انا حبيت بس اوريكم الارانب، يعني الارنبه اللي ولدت، واعرفكم ان مش كل الارانب اللي بتجهز في يوم، في شهر، في اسبوع، في 10 ايام. لا بصوا، هي دي حاجات احنا دي خفايا يعلمها ربنا. طبعا في ارنبه زي ما بقول لكم كده، زي اللي عندنا ديت، اللي ولدت ولا قصقصت ريش ولا عملت اي حاجه، خايفه على نفسها. ففي ارانب من اول يوم بتحمل فيه بتبتدي تجهز اي حاجه بقى تلاقيها في الارض، تاخدها تجمعها في مكان كده، تبقى عارفه ان هو ده المكان اللي هي تولد فيه. في مكان يعني في ارانب بتجهز ولادتها او البيت اللي هتولد فيه قبلها بيومين 3 4 5. بص طول الشهر اللي هي حملاه تجهز في اي يوم فيه، مش شرط بقى ان هي هتجهز النهارده يبقى انا استناها تولد النهارده. لا، الارنبه اللي هي بتخاف على ضناها، اللي بتخاف على عيالها، دي اللي بتفضل تجهز على طول. تعرفوا ان الارنبه دي حنينه جدا، وهي اللي هتحافظ على اولادها وهترضعهم وهتخليهم تمام. انما الارنبه اللي بتولد على غفله ديت، زي حالات زي اللي عندنا ديت، انا مش فاهمه لها اي حاجه. هي لسه ما رضعتهمش، يمكن رضعتهم مره واحده من ساعه ما اتولدوا، ولسه يعني خفاف زي ما انتم شايفين كده، مش راضعين خالص. فانا هتابعها طبعا، ولو ما رضعتهمش همسكها غصب عن انفها وهرضعهم منها، وهدخلها عليهم مثلا مرتين او 3 كل يوم ترضعهم، وانزلها تاكل. وانا كده طبعا حجزاها من ساعه ما ولدت. انا مش هعرضها على الدكر بقى دلوقتي، قدامها بتاع يعني اقل حاجه 5 ايام ان انا ابتدي انزلها معاهم.
لاني انا يعني عايزاهم ايه في الصيف يبقى صحتهم كويسه كده، ما يبقاش حمل ورا حمل ورا حمل. تمام. في الشتاء يبقى عادي ان هي لو حصل حمل بعد الولاده على طول مفيش مشكله. ان انت تبقي سايباها مع الذكر مفيش اي مشكله. طبعا ان شاء الله دول هيخفوا خالص النهارده باذن الله، يعني هيقلوا شويه. ادعوا لنا حبايبي ربنا يصلح لنا الحال يا رب ويصلح حالكم باذن الله. اللهم امين. وارفعوا لي الفيديو حبايبي باللايك وتعليق حلو منكم. الكلام طبعا اللي بيجي لي اللي بيرفع من روحي المعنويه ربنا يبارك لكم يا رب. اخواتي وحبايبي اللي معايا على القناه ربنا يفرحكم زي ما انتم بتفرحوني كده، وربنا يسعد قلبكم يا رب بكل حاجه حلوه تشوفوها في حياتكم ان شاء الله. طبعا اللايكات يا حبايبي، اللي محطش اللايك يحط اللايك بالله عليكم. انا هسيبهم بقى ياكلوا كده. انا كنت حاطه لهم ميه من شويه قبل ما اغير لهم النشاره. بعد ما ياكلوا بقى ويرتاحوا شويه انا هحط لهم شويه ميه برضو صغيرين كده يشربوا. تمام. كل حاجه بحساب، عشان كل حاجه بنظام، يعني مش بحساب، بنظام على اساس ان الدنيا تبقى زي الفل و... ونعدي الصيف دوت على خير باذن الله. بالنسبه ليا والله العظيم 3 بس يعني المكان هنا انا بحب الصيف عن الشتاء، لان في الشتاء بيرنخوا الدنيا وعندي هنا مفيش تهويه. اما في الصيف بيبقى المكان ناشف كده على طول، يعني مهما احط لهم اكل ومهما يبهدلوا بيبقى المكان ناشف، ما بيوصلش للدرجه اللي هي بتبقى في الشتاء دي. ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع يا رب. ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم، واشوف وشكم بخير يا حبايبي. السلام عليكم. قول سلام يا بوز. سلام. وحط اللايك. يلا سلام عليكم حبايبي.